السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت عايز اتكلم في حاجة النهاردة نسيت اقول لكم عليها في الفيديو النهاردة. ان شاء الله خلال 3 ايام او حاجة، ممكن يوم 10 او 12 الشهر ده ان شاء الله شقق الاسكان الاجتماعي تفتح، اللي هي شقق المتوسط، محدود الدخل والمتوسط يعني، اللي هي ان شاء الله مقدمها اللي بيبقى ب15 و40 اللي هو العادي اللي هو بس مش عارفين لسه هيزودوا حاجة تاني ولا لا. يعني هو العادي اللي احنا اخر حاجة كانت 15,000 وال500 بتوع البريد، وان شاء الله ربنا يسهل الحال كده، كل حد يجهز ورقه، الورق اللي بيبقى مطلوب طبعا كده عائلي، و شهادة اثبات دخل دي بتيجي من محاسب قانوني، وايه تاني، وطبعا صور شهادات ميلاد الاولاد، يعني كل الاطفال بتبقى صور شهاداتهم طبعا، وقسيمة الجواز لو متزوج، لو مش متزوج عادي برضه ممكن يقدم، بس يجيب كل الورق اللي احنا قلنا عليه ده. اهم حاجة شهادة اثبات الدخل، والقيد العائلي، وشهادات الميلاد، والبطاقة طبعا صورة البطاقة، وكراسة الشروط يا جماعة بتتسحب من البريد، يعني حاجة سهلة خالص. يعني هو تروح البريد تقول عايز كراسة الإسكان الاجتماعي، حضرتك بتدفع المقدم، وتدفع ال 500 جنيه، وبتستلم الكراسة على طول ان شاء الله بالاماكن اللي هي المحدده. مش عارفين لسه هيحددوا الاماكن فين بالظبط، بس ان شاء الله اول ما ينزل تحديث وينزل رسمي هقول لحضراتكم في فيديو جديد ان شاء الله الاماكن فين اللي اتخصصت للشغل. وربنا يصلح حال، وربنا كلكم ان شاء الله يكرمكم وتاخدوا شقق، وكل الناس تاخد شقق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسونيش يا ريت بالاعجاب ولايك لو الفيديو عجبكم، واشتراك في القناه. والسلام عليكم.